أعزائي مشاهدي برنامج أوضة وصالة، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا. حلقة النهاردة احنا هنتكلم فيها عن أنواع الخشب. هنقول لكم إيه الخشب الكويس وإيه الخشب الوحش، إيه اللي يعيش وإيه اللي ما يعيش. الفترة اللي فاتت أنا لقيت كل الناس، أو مش كل الناس، هي معظم الناس، فخلينا نقول لقينا معظم الناس فاهمين في كل حاجة. لقينا معظم الناس يخش يقول لك لا نوع الخشب ده وحش. طب ليه؟ يقول لك انا هو كده. ايوه، طب هو كده ليه يعني؟ هو كده وخلاص؟ لا، هو كده بعلم، هو كده بدراسة، هو كده احنا جربنا الخشب. انا فاكر لغاية 50 سنة فاتوا كده كان الموبيليا بتتوارث. الموبيليا كانت بتبقى موجودة في بيوتنا، وولادنا بيورثوها وولاد ولادنا بيورثوها. أنا شايف إن ده الشيء طبيعي جدا بالنسبة للموبيليا. في الفترة أو يمكن خلال 20 أو 25 سنة اللي فاتوا دخل علينا خشب الام دي اف. أول ما نزل هذا البرنامج برعاية كريم آرت، الاسم الأول في عالم الموبيليا، أشرف شندي. خشب الام دي اف تقريبا كلنا ما كناش عارفين نتعامل معاه، لانه كان ماتيريال جديد بالنسبه لنا. كلنا متعودين بقى على الابلكاش والموسكي والزان والارو والخامات الطبيعيه. انا بسمع حاجات يمكن الفتره اللي فاتت فعلا بلاقي مش لاقي رد، يعني بسكت. تبص تلاقي واحد يخش يقول لك انا عايز اوضه نوم زان. يعني اوضه نوم زان؟ ما هو يا جماعه اللي انتوا الناس اللي ما تعرفش في الأخشاب، مفيش حاجة اسمها أوضة نوم زان. الكلام ده طب فين؟ في مصر؟ لا، في العالم كله مفيش حاجة اسمها أوضة نوم زان. لو حد قال لحضرتك أوضة نوم زان تعرف إنه بداية إنه هينصب علينا، بداية إنه هيضحك علينا. لكن أوضة النوم ممكن تكون يا إما كونتر، يا إما كان يمكن زمان أو يمكن لغاية دلوقتي الضمايطة بيعملوا الأوض النوم الكبس. الكبس ده عبارة عن رقين أبلكاش ومن جوه الخشب السويد، وبعد كده العظم بيكون زان أو القوايم بتكون زان. ده الأوضة الطبيعية، أو الحلاية بتكون زان أو ام دي اف. دي شغل كويس، شغل ممتاز. طب الام دي اف اللي ظهر في الفترة الأخيرة ومعظم الناس بيستخدموه، وأنا واحد من الناس بستخدمه لأن لقيته حاجة بتعيش. حد يقول لا 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 لا, لا الام دي اف مش هينفع لأن الام دي اف ده المية بتبوظه. طب يا جماعة ايه الخشب اللي المية ما بتبوظوش؟ معظم الخشب بيبوظ من المية ما عدا خشب واحد اللي هو خشب العزيزي أو البيتش باين يمكن بيسموه دلوقتي، اللي هو بيستخدم في المراكب. هو ده الوحيد اللي ما بيتأثرش من المية. طب الأرو بيتأثر بالمية؟ بيتأثر بالمية. طب الزان، طب الأبلكاش، طب السويد، كل الأخشاب بتأثر من المية ما عدا البيتش باين أو الخشب العزيزي اللي هو متعارف عليه. هذا البرنامج برعاية كريم آرت، الاسم الأول في عالم الموبيليا، أشرف شندي. عليه الناس اللي هيعرف الكلام ده النجارين بتوع زمان كمان، لأن نجارين اليومين دول ما يعرفوش الخشب البيتش باين لان بقى خشب نادر. معظم النجارين بتاع دلوقتي عارفين يا اما الكونتر، وما يعرفش الكونتر ده سواء نوع جيد ولا لا، والام دي اف. طيب نرجع تاني لمرجعنا. الام دي اف يا جماعه يخوف؟ لا ما يخوفش، لكن الام دي اف يتصنع بيه مسطحات بس. الام دي اف علشان تضمن ان هو يعيش عندك لازم نتبع في اصول الصناعه. اصول الصناعه اللي هي ايه؟ حد هيقول لي طب ما هو الام دي اف المسمار اللي بيركب فيه لو فكناه ما ينفعش يركب تاني. ما هو المفروض لما نيجي نجمع الام دي اف نجمعه بتجميع في اكتر طريقه او اكتر من طريقه نصنع الام دي اف ويعيش العمر كله، اللي هو نعمل له ادوات تجميع. ويمكن نزل مع الام دي اف ادوات تجميع باكتر من طريقه. بنركب له الكويله الزان، ده مهم جدا، ونركب له الاليتا او نركب له ادوات التجميع. ما ينفعش نربط ونفك. ويمكن دايما انا بوصي النجارين اللي شغالين معانا واقول لهم لما تربط مسمار في ام دي اف ولو فكيته ما تركبوش تاني خلاص، لان فعلا مكانه بيكون بوش. طيب
هيجي برضو حد هيسالني دلوقتي وهيقول لي طب ما هو كده الام دي اف لو ربطنا فيه مسمار وفكناه وركبناه مش هيركب. يا جماعه ما هو لو احنا ركبنا الام دي اف بادوات التجميع نفك ونركب اي عدد مرات مفيش منه خوف، لان انت كده ما بتتعاملش. هذا البرنامج برعاية كريم آرت، الاسم الأول في عالم الموبيليا. أشرف شندي. مع الام دي اف هيجي حد تاني هيقول لي طب ما هو الميه. يا جماعه ما احنا قلنا في البدايه كل الاخشاب بتتاثر بالميه، فاحنا ممكن نعالج المساله دي ان احنا نلزق حرف الشريط من تحت. انا بقول لكم معلومه ببلاش اهو من غير ما تدفع ولا جنيه. نلزق حرف الشريط من تحت بالشكل ده كده، يبقى انا حميت الام دي اف ويبقى الام دي اف ما يتاثرش بالميه. طب نيجي للمطابخ. المطابخ دلوقتي بقينا بنركب سكلو من تحت الومنيوم بالشكل ده كده، المطبخ يعيش زي ما احنا عايزين. ويمكن انا دايما بنصح ست البيت بقول لها عينك على تحت الحوض، لان تحت الحوض هو المكان الوحيد اللي بيتاثر بالميه. مطلوب من حضرتك دايما عينك على تحت الحوض، دايما تمسحي الحوض حوالين منه كده علشان لو سرب ميه نندى المختص او نندى السباك ونمنع تسريب الميه. بالشكل ده كده يبقى هيعيش. حلقات الام دي اف انا هعمل لكم حلقات كتير جدا علشان اعرفكم على الام دي اف وخامه الام دي اف. الموضوع يا جماعه موضوع سهل وما تخافوش منه، مهم جدا زي ما قلت في البدايه. نتبع اسلوب صحيح للصناعه، نتبع اصول الصناعه بالشكل ده كده هيعيش العمر كله. تقريبا معظم الدول بتستخدم الام دي اف. يمكن احنا اكتر ناس بنستخدم الاخشاب الطبيعيه. وعايز اقول لكم ان الاخشاب الطبيعيه يا جماعه الكونتر والزان لو مش متبع فيه اصول الصناعه فهو موضوع مش لطيف. لو ما اتبعناش اصول الصناعه هتبص تلاقي مش هيعيش العفش بتاعنا. طيب هيجي حد دلوقتي يقول لي طب الانتريه والصالون نعمله ام دي اف؟ لا ما ينفعش. الانتريه والصالون وكرسي السفره لازم يكون من اخشاب طبيعيه. اخشاب طبيعيه نمره واحد الزان، وبعد كده بقى السويد لو حبينا. لكن مهم يكون اخشاب طبيعيه. ليه اخشاب طبيعيه؟ لان العاشق والمعشوق هنا في كرسي السفره او في الانتريه او في الركنه او في الصالون، فلازم يكون خشب. يعني هو بيفضل انه يكون خشب زان، لان خشب الزان يمكن سعر المتوسط بالنسبه للاخشاب الطبيعيه. وبالشكل ده كده يمكن انا قلت معلومه النهارده، وان شاء الله اشوفكم في حلقات قادمه وباذن الله هنتكلم في الام دي اف بتوسع. اشكركم شكرا جزيلا والى اللقاء. تحياتي اشرف شندي.